باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قديسنا النهاردة هو القديس أوجين أو أوقين، بيتقال باللفظين. وقديسنا كان من مصر، كان عايش في مدينة اسمها قلزم اللي هي السويس دلوقتي وقريبة من البحر الأحمر، وكان معاصر للأنبا أنطونيوس، وكان شغلته غواص. كان بيطلع اللقالق الثمينة من قاع البحر ويروح يبيعها وياخد فلوسها ويديها للفقراء والأيتام والكنايس والأديرة. وكان دايما بيسعى انه يعمل اعمال روحانية، وكان دايما بيطلب من ربنا انه يديه اجر عظيم في الملكوت. وعاش قديسنا يشتغل الشغلانة دي لمدة 25 سنة، وكانت كل حياته بيساعد الفقراء ويعملهم برحمة. وكان كمان بينقذ السفن عشان هو كان عنده مهارة عالية قوي في اعمال البحر. وفي يوم كان زي عادته نزل يجيب اللقالق، شاف زي كوكب مضيء ماشي على المية قدامه، ولما شاف المنظر ده استغرب جدا وقعد يقول ايه اللي انا شفته ده، لحد لما حلت عليه نعمة ووشه نور وزاد عنده اعمال الخير اللي بيعملها. وده بان في صلاته وصومه ورحمته على المساكين والمتألمين. وفضل قديسنا الجميل مداوم على اعماله الجميلة لدرجة ان ربنا اعطاه مواهب تانية، زي انه بيمشي على المية زي الارض بالظبط، واداه كمان سلطان انه يهدي العواصف عن السفن. وفي يوم من الايام كان في مركب قراصنة اللي هي بتبقى حرامية جاية على مركب التجار، فقديسنا عرف ده، فراح مشي على المية وراح لمركب التجار دول وخلصهم من مركب الحرامية وصلى لربنا. وبسبب صلاته ربنا بعت هوا شديد جدا من ناحية الجنوب، وبسبب الرياح الشديدة دي مركب الحرامية بعدت جدا عن مركب التجار، وراح بعت رياح شديدة جدا تاني من ناحية الشمال، ساعدت مركب التجار انها توصل للمينا بسلام في مدينة القلزم. ولما شافوا التجار المنظر ده استغربوا جدا واندهشوا، واجتمعوا مع بعض واتفقوا ان هم هيدوله 30 وقية من الذهب، وطلبوا منه ان هو يصلي لهم لان هم عرفوا ان هو رجل الهي. فراح قديسنا البار اخد الذهب منهم وبدأ يعمل بيه دير عشان يسبح فيه ربنا. ما كانش بياخد فلوس خالص لنفسه، كان دايما بيعمل بيهم خير او اي حاجة لربنا. واتشهر جامد قديسنا العظيم في المنطقة المحيطة بيه، وبقى معروف كمان انه بيشفي المرضى، لدرجة ان كان في وثنيين امنوا بربنا يسوع بسبب معجزاته الجميلة. وفي يوم من الايام كان في مركب قراصنة تاني كانت متعلقة في صخرة كبيرة، ما كانوش عارفين يتحركوا وكانوا هيغرقوا، فقعدوا يصلوا جامد ان ربنا يخلصهم وينقذهم من الغرق. سمع عليهم ربنا وبعت لهم القديس مار أوقين، وراح لهم وهو ماشي على المية وصلى لهم وهو قدامهم لحد لما الصخرة اللي كانوا متعلقين فيها غطست لتحت في المية ووصلوا على المينا بسلام. طبعا زي ما قلنا انه اتشهر جدا القديس مار أوقين وبقى معروف بأعماله وسط اخواته في الدير. فراح مشي من الدير اللي كان بيهرب من المجد الباطل. راح رئيس الدير خرج هو والرهبان يدوروا عليه لحد لما لقوه ساجد على الأرض بيسبح ربنا. راحوا سجدوا معاه وأخدوه للدير تاني وطلبوا منه إن هو يقعد معاهم وإن هو يصلي لهم. وراح طلب من الرهبان إن هم يصلي له هو، وإن ربنا يشوف الصالح ليهم بصلاتهم. وفي نفس الليلة خرج من الدير من غير ما حد يعرف ورجع لبلده. وهو في الطريق لبلده راح شايف الكوكب المضيء اللي شافه قبل كده مرة تاني، وبإرشاد من الروح القدس رهبان الدير اللي كان بناه عرفوا ان هو وصل لبلده تاني. فراحوا خرجوا كلهم عشان يشوفوه واستقبلوه بالتسابيح والمزامير والتماجيد، وبقوا يشكروا ربنا جدا على رجوعه. بس هو ما قعدش كتير ومشي، بس مشي وهو معاه 70 شخص، وراحوا على مدينة اسمها نصيبين، أرض بين النهرين اللي هي بلد العراق دلوقتي. ووصلوا لمنطقة الهرميس دي في قلب مدينة النصيبين، وهناك قعدوا يسبحوا لمدة 7 أيام ومحدش يعرف عنهم أي حاجة. وهناك شاف القديس راجل فيه روح شريرة طالع من المية، فراح نادى القديس وقال له تعالى اتكلم معايا. فرد عليه الروح الشريرة ده وقال له عايز مني ايه يا مار أوقين يا خائف المسيح؟ رد عليه القديس وقال له انت بقالك كام سنة عايش في الشخص ده؟ رد وقال له بقالي 36 سنة. راح قديسنا قال باسم يسوع المسيح الذي طرد لاجئون من ذلك الذي كان ساكنا بين القبور اخرج من هذا الإنسان وامضي
وليس لك سلطان لتتسلط عليه مرة أخرى. وفي في ساعتها خرجت الروح الشرير من الراجل ومشي. ولما مشي الراجل ده دخل البلد وبقى يبشر بين الناس ويحكي لهم على كل اللي حصل معاه. وبقت الناس كلها بتسأله مين الراجل ده؟ مين اللي شفاك من مرضك؟ فقال لهم الراجل إن في مجموعة من الناس ساكنين في العراق في نص مدينة نصيبين، ورئيسهم اسمه مار أوكين، هو اللي خرج من عليا الروح الشريرة وشفاني. فراحوا أهل البلد الرهبان وقالوا لهم انتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ رد عليهم مار أوكين وقال لهم احنا ناس جايين نسبح ربنا يسوع المسيح، وبنشفي مرضى وبنخرج أرواح شريرة باسم يسوع المسيح. فردوا عليه أهل البلد وقالوا له لو ده فعلا عملكم يبقوا تيجوا معانا البلد، عشان في ناس هناك كتيرة محتاجة لعملكم ده. فرد القديس وقال لهم النهاردة الحد مش هينفع نيجي لأن ده يوم الرب، انتوا امشوا ولو ربنا أراد احنا نيجي ليكم بكرة. وفعلا مشوا أهل البلد، وفي نفس الليلة راح مشي قديسنا مار أوكين هو والرهبان اللي معاه، وطلعوا على الجبل اسمه دارلا في شرق المدينة. وهناك لقوا مغارة وقعدوا فيها لمدة 30 سنة، عاشوا مع بعض مواظبين على أفعالهم الروحانية وصلواتهم وتنفيذ الوصايا الإلهية. وبقى يجيلهم الناس من كل أنحاء البلاد يعيشوا معاهم ويسبحوا ربنا، لدرجة إن وصل عددهم لحد 350 راجل. وفضلوا خاضعين كلهم لتدبير كلام ربنا وحرصهم على إن سيرتهم تفضل طيبة، وبقى يوصلوا أرجل الناس الغريبة اللي بتيجي من بلاد بعيدة. اداهم رب المجد قوة عظيمة جدا لشفاء المرضى وإخراج الشياطين وكل الأعمال الحسنة باسم ربنا يسوع المسيح. وفي يوم من الأيام ظهر ملاك لقديسنا أوكين وطلب منه إنه لازم يظهر هو وتلاميذه للناس وينزلوا البلد ويبشروا باسم ربنا. وقال له ما تخافوش من اللي بيقتلوا الجسد، لأن اللي بيقتل الجسد ما يقدرش يقتل النفس. وفعلا نزل قديسنا مار أوكين هو وتلاميذه البلد وبشروا باسم ربنا يسوع، وبقوا يشفوا المرضى ويخرجوا الشياطين. وكمان بدأوا يروحوا يملوا جرارات مية ويحطوها في مفارق الطرق عشان الناس الغريبة واللي مسافرة يلاقوا مية يشربوا منها. وبقى يعملوا ده بمحبة عظيمة جدا وبحب كبير. وفي يوم كان في واحد من التلاميذ رايح يملى الجرة بتاعته، فشاف واحد كان شايل قفة من القمح وقعت منه وصحابه مشوا وسابوه. فالراجل لما شاف التلميذ طلب منه ان هو يساعده، فراح التلميذ بكل الحب رفع معاه القفة. فاستغرب جدا الراجل انه ازاي قدر يرفع القفة دي من غير ما يستعين بحد عشان يجي يساعده، لانها تقيلة جدا محتاجة اكتر من 5 رجال يشيلوها معاه. ومشي الراجل ووصل المدينة، فزعق له سيده وقال له ايه سبب انك انت ما مشيتش مع اصحابك وما جيتش معاهم وليه اتأخرت؟ راح رد عليه الراجل وحكى له على كل اللي حصل، وقال له انه قابل راجل صالح وشال معاه القفة وبصلاته قدر يرفعها لوحده من غير مساعدة. فمجدوا ربنا جدا وبقى يحصل معجزات كتير على ايد تلاميذ مار أوكين. وفي يوم اتنيح مطران مدينة نصيبين، وبقوا الناس مش عارفين يختاروا مين مطران ليهم، بس اتفقوا على رأي واحد، وهو ان هم هيروحوا للقديس مار أوكين ويشوفوا رأيه في الموضوع ده، واللي هيقول عليه القديس هيعملوه. وفعلا راحوا الكسوس والشمامسة ورؤساء المدينة وراحوا عند قلاية مار أوكين، وخرج ليهم القديس وقال لهم انت لازم تصلوا لمدة 3 أيام. وفعلا وقبل أصلا لما يحصل كل ده كان القديس مار أوكين قابل قديس متوحد في الجبل اسمه مار يعقوب، وتنبأ ليه انه هيبقى مطران المدينة. فقال له سامحني يا أبي، أنا ما أقدرش على المسؤولية دي وما استحقهاش. ولما جاله الناس قال لهم أنا عارف إن انتوا مش عارفين تختاروا مين مطران، وراح صلى معاهم وقال لهم انتوا هتروحوا مدينة أمد، وهناك هتلاقوا البطريرك والآباء الأساقفة مجتمعين، وهناك هيختار ربنا ليكم راعي ومدبر. فاستغربوا جدا ازاي عرف هم جايين عشان يتكلموا في ايه. وفعلا راحوا الشمامسة والكسوس وكبار البلد لمدينة أمد زي ما طلب منهم القديس مار أوكين، وهناك لقوا المطران والأساقفة متجمعين زي ما قال بالظبط، وقال لهم انتوا اختاروا مين يبقى المطران بتاعكم. فراحوا قالوا له على اللي هو القديس مار أوكين قال لهم عليه، احنا هنصلي النهاردة ربنا هيختار مين هو المطران.
وفعلا فضلوا طول الليل بيصلوا بيترجوا ربنا، والمطران كان بيصلي بدموع جامدة جدا في نص الليل، وراح في سبات عميق من النوم، وراح شاف رؤية إن جاله ملاك وقال له المطران اللي عايزينه هو القديس ماري يعقوب المتوحد. فسأل المطران الملاك عن نشأته، بس الملاك مشي وما قالوش، وصحي فورا من نومه، ولما قام حكى لكل الموجودين عن الرؤية، وراحوا فعلا الأب المتوحد ماري يعقوب وقالوا له على اللي حصل. بس هو كان خايف، بس خاف أكتر إن ربنا يكون فعلا محتاجه يراعي الناس دي، فنزل معاهم ماري يعقوب، والناس بقوا فرحانين جدا بيه. وساعتها افتكر قديس ماري يعقوب إن القديس ماري أوكين اتنبأ ليه فعلا ده، وبقى مطران. وتنيح قديسنا العظيم هو شيخ كبير، وشاف تلاميذه الملايكة وهي جاية تاخد روحه الجميلة، واتدفن في ديره في نصيبين، ولسه موجود لغاية دلوقتي دير مار أوكين في سفح الجبل المطل على نصيبين التابعة لكنيسة السوريان الأرثوذكس. بركة صلوات القديس العظيم مار أوكين تكون مع جميعنا أمين. لو أول مرة تسمع سيرة القديس مار أوكين ابعتها لكل الناس، خليهم ياخدوا بركة، وتابع صفحتي، واستنوني كل يوم بالليل الساعة 8 مع سيرة قديس جديد.